ديسمبر 2022 صدمة الإقصاء قدام المنتخب المغربي كتهز الكرة الإسبانية. لويس إنريكي كيجمع حوايجو والاتحاد الإسباني كيلقى راسو مضطر يقلب على مدرب بديل. ووسط هاد الفوضى كاملة قرار عجيب: تعيين لويس دي لا فوينتي. شكون هاد المدرب ديال الشبان؟ ما عمرو دبر شي نادي كبير. صراحة كلشي بدا تيضحك على التعيين ديال هاد المدرب. ما عارفينش باللي هاد العجوز، هاد القرع الهادئ، خدم في صمت لسنين طويلة كلاعب، هز الليغا في الثمانينات ومني اعتزل رفض يبيع الوهم ومشى درب في واحد الملاعب اللي منسية وبسيطة وبلا أضواء. تقريبا عقد كامل من الزمن وهو خدام جندي مجهول في الاتحاد الإسباني، كيكون في الدراري الصغار وكيصيفطهم للمنتخب الأول، وحتى شي واحد ما كان عاطيه حقه، حتى شي واحد ما كان عاطيه قيمه. عرفتي ديما كيعجبني داكشي ديال الافلام، شي واحد فاش كتحاقرو وكيصدمك في الاخر. ديك اللحظه ديال الاقصاء ديال المنتخب الاسباني بنى فريق لا يقهر، انتصر على كبار اوروبا في يورو 2024 بالعلامه الكامله، وعاود ربع على العرش وفاز بكأس العالم 2026 ضد بطل النسخة الماضية المنتخب الأرجنتيني. واعرة بزاف والله. بدات بقصة خروج مر قدام المنتخب المغربي وسالت بأعظم ملحمة تدريبية في تاريخ إسبانيا، وهكا تيران كيهضر. ومن صدمة الإقصاء وقع المنسيين. لويس دي لا فوينتي ما اختارش يجاوب بالهضرة، اختار يكون أكبر جندي قاد الملحمة في صمت حتى سكت كل شيء وكتب التاريخ بأحرف من ذهب. قصة كتعلمنا باللي الصبر والخدمة في الخفاء كيهدوا الجبال. لا عجباتك القصة وبغيتي تنضم لينا باش ما يفلتك حتى تحليل ولا قصة كروية، دير ابوني وخلي شي بصمة في التعليقات. وتشاو، نشوفكم في فيديو جديد.